يعني انا نايم جعان وزهقان وانت ماشي، لكن تقطع النور؟ الا اقطع النور دلوقتي يا بابا. انا اللي فصلتها، في حاجه تقطعها ليه يا بابا؟ توفير يا حبيبي، توفير والله، توفير واحنا نموت. حضرتك بتعمل ايه دلوقتي بقى؟ بنشغل الكهرباء عشان في ماتش هيبدا. يعني قطع الكهرباء طول النهار وهي نايم جوه هموت من الحر ونبطل المروحه، ودلوقتي عشان تسمع الماتش شغل الكهرباء، صح؟ على فكره حب الناس ده انت ما عندكش قلب، حاسس كده. طب لخص بقى قد يومك عشان ممكن نبيعك انت اول واحد. روح اعمل لي كوبايه شاي. شاي بدأنا. بابا انت ما رحتش الشغل ليه النهارده؟ اجازه يا اخويا، واعد لك اجازه. بدأنا. طفيت النور ليه تاني يا بابا؟ الماتش لسه قدامه نص ساعه. طب انا اعمل شاي تاني ازاي دلوقتي يعني؟ اعمله بقى على البراد ولا على اي حاجه عندك جوه. بدأنا. بابا انا جعان. طب ما تاكل يا ابني، انت لازم تستأذن مني يعني؟ لا استأذن انت، انا كنت جاي ناخد من حضرتك فلوس عشان نروح نجيب ماجي او كنتاكي او اي حاجه من بره كده. ايه يا اخويا؟ يعني انت طول النهار تاخد مني مصروف الشهر عشان تجيب لهم اكل، وانت تيجي تجيب لي مش عارف كنتاكي وبنتاكي؟ ما عندك الاكل جوه خير ربنا كتير يعني. لا يا بابا، ما انا عارف ان خير ربنا كتير والتلاجه جوه مليانه اكل، بس انا ما بعرفش اعمل اكل. لو خشيت نولع لكم في المطبخ. قول يا حبيبي اني ما بعرفش اعمل اكل، لكن ما تقولش ما فيش اكل. وسع لي، انا هو اعمل لك اكل يا حبيبي. ده انا كنت الدفعه الاولى في الطباخ في بيت الطلبه. وسع الشيف ترى. بص انا هو اوريك الاكل ده، انا شيف يا ابني. ربنا يستر. ثانية واحدة يا كلب البحر وانا انجز لك الاكل. انا عرفت الشيف طرزان. تعالى بقى وشوف عمايل ابوك. ايوه يا حاج يا جامد، انا من الصبح كده شامم شويه روايح الحمد لله، بس مش عارف حلوين ولا وحش كده. بس وريني ايه رايك بقى؟ هو المنظر يا بابا بصراحه ما يطمنش. طب ما تدوق انت يا بابا وانا هدوق وراك يعني عادي. انت مش مصدق ابوك؟ لا مش مصدق، انا عارفك انت بتاع حركات، انا عارفك. مش مصدق ابوك؟ هي شكلها كده حاجه من هنا بنيله. بقول لك يلا خد 5 جنيه اهي وانزل هات لنا اكل. 5 جنيه؟ طب ما كمل اول. 5 جنيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه الزهق اللي الواحد فيه ده؟ انت انا؟ نعم يا بابا. خد تعالى عايزك في كلمتين مهمين. تعالى اقعد جنبي هنا. ايه يا بابا؟ شوف انت عايز ايه، انا واقف اهوت. بص يا ابني وركز في الكلمتين اللي هقولهم لك دول، عشان مش هتلاقي حد في الدنيا دي كلها يقولهم لك قد ابوك. اتفضل يا بابا. بص يا حبيب قلبي، عشان انا اقول لك كلمتين بس، انت لازم تخلي بالك من امك واخواتك، عشان لو بعد الشر حصل لي حاجه فانت لازم تبقى راضي بالكفايه، وتخلي بالك كده من البيت ومن اخواتك. يمكن بعد الشر الله اعلم يحصل لي حاجه، ففي المواقف اللي زي دي انت لازم. يا اخي انت ايه يا عم انت؟ ليه يا ماما كده؟ ده حد زي ابنك. ما صورت. يا اخي انت ايه يا عم انت؟ ايوه يا حاج جامد، انا من الصبح كده سامع. ايوه يا حاج يا جامد، انا من الصبح كده شامم شويه روايح الحمد لله، بس مش عارف حلوين ولا وحش كده. بس وريني. وريك التصوير.